سمي الله. يلا سموا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسمعش بقى كلام. هراجع لك على الحصه اللي فاتت بتاع الجذور التربيعيه واديك العمليات على الجذور التكعيبيه كمان. ركز بقى معايا يا مالك. اللي ما عرفناهوش الحصه اللي فاتت او اللي عرفناه وفهمناه بس ملخبطين فيه شويه نظبطه النهارده. تمام؟ هقول لك عليه كله. هعلمك تعمل بدماغك ازاي وبالاله الحاسبه ازاي، بس تركز معاه من الاول للاخر. اتفقنا؟ تعال نشوف بقى. ما الاقيش حد بيكتب نهائي. انت بس بتفهم وخلاص. والاله الحاسبه شغاله معاك. مره اعلمك بدماغك ومره بالاله الحاسبه ونفهم. اتفقنا؟ كلام موجه للكل اهو. ما الاقيش يا ادم حد بيتكلم نهائي. سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا ابني. انا عندي الاعداد المربعه والاعداد المكعبه. ايه يا مستر الاعداد المربعه؟ انا جاي لك من تحت خالص اهو. ايه يا مستر الاعداد المربعه دي؟ زي لو ضربنا 1 في 1 الاجابه بكام؟ 1 ده عدد مربع زي ما اتفقنا، و2 في 2 بكام؟ 4 و3 في 3 بكام؟ 9 4 في 4 بكام؟ بكام؟ 16 8 دي و5 في 5 بكام؟ 25 و6 في 6 36 و7 في 7 49 وهكذا. صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ يبقى الاعداد اللي فوق دي اعداد ايه؟ مربعه. والجذر التربيعي للواحد بكام؟ 1. والجذر التربيعي للاربعه كام؟ والجذر التربيعي للتسعه؟ والجذر التربيعي ل16 وهكذا. صح ولا مش صح؟ يبقى الاعداد المربعه قدامي اهي. لو احتجت اي عدد مربع معاك الاعداد اهي. اتفقنا؟ طب يا مستر ساعات بيجيبني في السؤال بتاع الحصه اللي فاتت اللي هو العمليات على الاعداد المربعه، الاقيه جاي بيسالني يقول لي هات لي جذر 18. شوف لي بكام؟ ماشي؟ يجي يقول لي هات لي جذر 50. صح ولا مش صح؟ جه قال لك هات لي جذر 45. صح ولا مش صح؟ تعال نشوف كده. والله يا مستر جذر 18 انا ممكن الجذر التربيعي اعمله بآلة حاسبه يطلع لي الناتج بتاعه على طول. اعمل كده جذر 18 بآلة حاسبه. طلع كام؟ 3 جذر 2 الآلة الحاسبه. طب انا عايز اعمله بدماغي. الآلة الحاسبه سهله خالص اهي. عايز اعمله بايه؟ بدماغي. تعال نشوف كده. بص يا مستر ادي علامه الجذر زي ما هي اهي. ال 18 ده مش عدد مربع. ال 18 ماله؟ مش عدد مربع. فاحنا عايزين نخليه عدد ايه؟ مربع. حاجه بحاجه منهم عدد مربع. اخليه كام ال 18 دي؟ هل ينفع اخليها 4 في حاجه؟ طب 16 في حاجه؟ طب 25 في حاجه؟ طب 9 في حاجه؟ 9 في 2. صح ولا مش صح؟ يبقى اخلي ال 18 دي كام في كام؟ 9 في 2. اهي يا مستر 9 في 2. وجذر التسعه بكام يا اولاد؟ يبقى الثلاثه تخرج بره اهي. وايه اللي اتبقى تحت الجذر؟ يبقى الاجابه كام؟ 3 جذر 2 زي ما انت عملتها حالا بالاله الحاسبه. اتفقنا؟ دي فيها مشكله؟ دي فيها مشكله؟ وممكن اعملها بتحليل العدد مثلا لو عامله الاولاني. يعني ال 18 ممكن ما تعملش بالطريقه دي. ادي ال 18 هنقسمها اول حاجه على الاثنين. ماشي؟ ونشوف لو ما قابلتش اقسم على الثلاثه، ما قابلتش اقسم على اللي بعدها. 18 على الاثنين فيها كام؟ يبقى انا هقسم اول حاجه على الاثنين. 18 على الاثنين فيها كام؟ فيها 9. طب التسعة نيجي نقسم على الاثنين ما بتقبلش، يبقى نقسم على كام؟ على الثلاثة. 9 على الثلاثة فيها كام؟ صح ولا مش صح؟ طب الثلاثة هنقسمها على كام؟ على الثلاثة. 3 على الثلاثة فيها كام؟ 1. الإجابة طلعت 1 خالص يا مستر، صح؟ يبقى دي عبارة عن إيه؟ 3 في 3 في 2. يبقى 3 مش دول متضربوا في بعض مرتين؟ يبقى آخد منهم 3 واحدة بس، يبقى 3 جذر كام؟ 2. يبقى الإجابة فعلا كام؟ 3 جذر 2. الاسهل لي ان انا ابقى فاهم ايه الاعداد المربعه عشان اعوض بيها على طول. يعني اول ما اشوف ال 18 على طول كده كام في كام؟ 9 في 2 عشان يبقى جذر التسعه بكام؟ ب3. اتفقنا؟ يبقى انا بعمل لك اهو بالخطوات وانت لازم تعرف ان ال 18 على طول كده اول ما تشوفها تخليها كام؟ 9 في 2. ماشي؟ طب جذر ال 50 ادي يا مستر ال 50 مش عدد مربع، اخليها كام في كام؟ لا هي طلعت بالاله الحاسبه خلاص وعرفنا انها بتطلع بسهوله. عايزين نعمل ايه بقى؟ بدماغ. ال 50 دي يا شباب عباره عن كام في كام يا احمد؟ ينفع اخليها 4 في حاجه؟ ينفع اخليها 9 في حاجه؟ 16 في حاجه؟ 25 في حاجه؟ 25 في 2. تحفظ بقى الكلام ده عشان الخطوات. تبقى انت راجل محترم بتحل بخطواتك 100 100. تمام؟
جذر 25 في 2 يبقى اول ما اشوف ال 50 اخليها كام في كام؟ 25 في 2 عشان 25 عدد ايه؟ مربع وهو عايز جذر تربيع. جذر ال 25 كام؟ 5 ويتبقى كام؟ جذر 2. صح ولا مش صح؟ طب جذر ال 45 هي ال 45 دي اخليها كام في كام؟ 4 في حاجه؟ لا 9 في حاجه؟ كام في كام؟ 9 في كام؟ 9 في كام يا ولاد؟ يبقى انت احفظ بقى اول ما تشوف ال 45 يبقى كام في كام؟ 9 في 5 عشان التسعه لها جذر تربيع وجذر التسعه بكام يا ولاد؟ يبقى 3 ويتبقى كام؟ جذر 5. حد فيها مشكله؟ دي فيها مشاكل؟ سهل الكلام؟ يبقى انا عرفت لما بشوف الجذور دي بعمل ايه؟ بعمل اللي قدامي ده. طب يا مستر لو اداني 2 جذر 27 سيب يا عم الاثنين زي ال 27 دي اخليها كام؟ 4 في حاجه؟ لا اخليها 9 في حاجه؟ 9 في كام؟ احفظ الارقام دي بقى. الارقام المربعه قدامك اهو وانت تبقى عارف اول ما تشوف ال 27 ده خليها كام في كام؟ يلا جذر التسعه بكام؟ جذر التسعه بكام؟ الثلاثه تخرج بره لقيت 2 تتضرب فيها و3 في 2 بكام؟ يبقى 6 وايه اللي بقى تحت الجذر؟ حتى اعمل لي دي كده بالاله الحاسبه اعمل 2 جذر. طب واحد مش عارف يعمل بدماغه خالص بقى ده ما بيذاكرش وجبنا واحد من الشارع خلاص اعمل بالاله الحاسبه. بس انما انت واحد بتفهم خلاص انا علمتك الخطوات اهو اعمل. ماشي ولا مش ماشي؟ يلا نشوف السؤال نشوف الجزء الثاني الاعداد الايه بقى؟ المكعبه. ناخد الاعداد المكعبه. الاعداد المكعبه مضروبه في نفسها كم مره بقى؟ 3 مرات. 1 في 1 في 1 بكام يا ولاد؟ 2 في 2 في 2 بكام يا ولاد؟ 3 في 3 في 3 بكام يا ولاد؟ 4 في 4 في 4 بكام يا ولاد؟ 64 يا ولاد. 5 في 5 في 5 بكام؟ وهكذا كده حلو الحاجة. تمام ولا مش تمام؟ هل دي فيها مشكلة؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ يبقى يا مستر أي عدد هيجي لي هعوز أخليه في المكعب يا ده. خد بالك إن الواحد مربع ومكعب في نفس الوقت. وال 64 برضه مربع ومكعب في نفس الوقت. الجذر التربيعي ل 64 كام؟ ها؟ دي 8 في 8 اهي. بص 8 في 8 ب 64. يبقى الجذر التربيعي ل 64 كام؟ 8 انما الجذر التكعيبي ل 64 كام؟ 4. لو جالي بقى طلب مني قام قايل لي هات لي جذر التكعيبي 16. عايز الجذر التكعيبي كام؟ 16. قال لي هات الجذر التكعيبي 4 وكام؟ 50. ماشي؟ ركز بقى معايا. قال لي هات الجذر التكعيبي او 2 من الجذر التكعيبي ل 1 و8. طبعا كله بيعملها بالاله الحاسبه بيطلع له ارقام عشريه ما بتطلعش بالاله الحاسبه. هعلمك على طريقه حالا تطلعها بالاله الحاسبه بس اعمل بدماغك معايا الاول. ماشي؟ تعمل معايا ايه؟ بدماغك الاول. اتفقنا؟ يلا. بصوا يا حبايبي. الجذر التكعيبي كام؟ من 16. بصوا يا مستر احنا هنسيب الجذر التكعيبي زي اهو. هل ال 16 ده عدد مكعب؟ لا. هبص في الاعداد المكعبه ينفع سيبك من الوقت ينفع اخليها 8 في حاجه؟ 8 في كام؟ اهي 2 في 8 او 8 في ايه؟ في 2. صح ولا مش صح؟ خليت ال 16 اول ما شفتها خليتها كام في كام؟ 8 في 2 صح؟ الجذر التكعيبي لل 8 كام؟ الجذر التكعيبي لل 8 كام؟ يبقى 2 بره اهي ويتبقى ايه؟ يتبقى الاثنين تحت الجذر الايه؟ التكعيبي. يبقى الناتج كام في الاخر؟ 2 من الجذر التكعيبي ل 2. دي فيها مشكلة؟ يبقى أنا أول ما شفت ال 16 دي أنا خليتها كام في كام؟ 8 في 2. والجذر التكعيبي لل 8 كام؟ 2 من الجذر التكعيبي لكام؟ 2. هل دي فيها مشكلة؟ هل دي فيها مشاكل؟ طب الجذر التكعيبي ل 54 أدي يا مستر الجذر التكعيبي أهو. ال 54 دي أول ما بشوفها يا مستر أنا عايزها يبقى عدد مكعب صح؟ ينفع أخليها 8 في حاجة؟ ها؟ لا. ينفع اخليها 27 في حاجه؟ 27 في كام؟ ينفع يا مستر اخليها 27 في 2. يلا الجذر التكعيبي ل 27 كام؟ 3. ويبقى الجذر التكعيبي لكام؟ 2. طب دي الاثنين بره زي
اهي وادي الجذر التكعيبي. ال 81 يا مستر ينفع تبقى 27 في كام؟ في 3. احفظ بقى الارقام دي تبقى كام؟ ها؟ 27 في 3. الجذر التكعيبي 27 كام؟ 3. الثلاثة تتضرب بره في الايه؟ في الاثنين يبقى 6. وايه اللي بقى؟ الجذر التكعيبي ل 3. عندي فيها مشاكل؟ بص يا مستر احنا عملنا نفس اللي عملناه فوق، بس فوق كنت بدور على الاعداد المربعه، انما تحت كنت بدور على الاعداد الايه؟ المربعه. هو نفس الحل اهو. هنا كنا بعملها بالاله الحاسبه، هنا مش راضيه تتعمل بالاله الحاسبه. هعلمك على طريقه تعملها بالاله الحاسبه. ماشي؟ بس انا علمتك الفهم اهو. الفهم قدامك تمام، صح ولا مش صح؟ تيجي يلا نشوف كده مع بعض نعملها بالاله الحاسبه ازاي. تعالى. مسحنا دي كده. يلا. يلا بينا. جاهزين ولا مش جاهزين؟ جاهزين. نفوق كده ونحل مع بعض. بقول لك يا مستر مثلا الجذر التكعيبي بكام؟ 54. تعال نشوف كده. الجذر التكعيبي 54. عايزين نعملها بالآلة الحاسبة، احنا عرفنا بنعملها بدماغنا ازاي؟ نعملها بالآلة الحاسبة ازاي؟ ممكن تركز بقى معايا وما اسمعش كلمة خالص؟ تمام؟ فتحنا الآلة الحاسبة. شغلت الآلة الحاسبة، عايز أعمل الجذر التكعيبي فقمت عامل شيفت جذر عشان أعمل جذر تكعيبي. الجذر التكعيبي بكام يا ولاد؟ 54. قمت كاتب 54 وقمت عامل يا سيدي يساوي. طلعت لي أرقام إيه؟ عشرية، صح ولا مش صح؟ ما نفعتش يا مستر، يبقى إحنا نعملها بدماغنا. اتعلم بقى على طريقة كده. بص الطريقة أعملها إزاي بالآلة الحاسبة. أنا هدخل طلعت إيه؟ أرقام عشرية مش نافعة، أنا هدخل بالسهم كده. وبالسهم كمان عشان الزق في العدد اللي جوه اللي هو 54. دخلت بالسهم لزقت فيه. مش احنا لما عملنا يساوي وطلع لك الرقم العشري ده؟ ارجع بالسهم وادخل الزق في ال 54 كمان بالسهم. تمام ولا مش تمام؟ لزقت في ال 54. يلا هنقسم على الاثنين. قسمنا على الاثنين وعملنا يساوي. الناتج طلع كام؟ الناتج طلع كام؟ 3 صح؟ الناتج يا مستر طلع 3. وايه اللي اتبقى؟ الجذر التكعيبي للي انت كنت قاسم عليه. مين اللي انت كنت قاسم عليه؟ اهي. يبقى الناتج الصحيح طلع كام؟ اهو برضه. واتبقى الجذر التكعيبي للي انت كنت قاسم عليه. الجذر التكعيبي لكام؟ ل2. اهي يا مستر. تعال نعمل واحده ثانيه. تيجي نعمل دي؟ تيجي نعمل دي؟ محدش يعمل بالزرار على الآلة الحاسبة الا اللي اقول لك عليه بس. يلا عايزين نعمل دي. يلا جذر تكعيبي 16. شيفت جذر وقمنا كاتبين 16 وقمت عامل يساوي. هل طلع ناتج؟ طلع ارقام عشريه. اعمل ايه؟ ادخل بالسهم الزق في ال 16. ادخل بالسهم الزق في الايه؟ هنقسم على الكام؟ هنقسم اول حاجه على الاثنين. خد بالك لو طلعت رقم 10 اقسم على الثلاثه، طلعت اقسم على الاربعه وهكذا. قسمنا على الاثنين، طلع ناتج ولا ما طلعش؟ طلع كام؟ 2. خلاص طلع 2 اكتب 2. ويبقى الجذر التكعيبي اللي انت قاسم عليه. الجذر التكعيبي لكام يا ولاد؟ للاثنين. اهي 2 الجذر التكعيبي للاثنين. عندي فيها مشكله؟ عندي فيها مشاكل؟ تيجي نجرب نشتغل يلا مع بعض؟ يلا. معاك الآلة الحاسبة ومعاك حاجتك وتعالى نشوف هنشتغل ازاي في الدرس كله. يا جاهزين؟ سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى تربيع على تكعيبي. ده تربيع من بتاع الحصة اللي فاتت، تمام؟ تعالى نشوف بيتحل ازاي. انت في الدنيا تانية من أول الحصة. سندي معايا؟ سمي الله وقول معايا. يلا. تعال نشوف كده السؤال ده. جذر 45. طبعا لو عملته بالآلة الحاسبة طلع كام؟ لا بالآلة الحاسبة على طول طلع بكام؟ 3 جذر 5. قمت كاتب 3 جذر 5. بس ده حل الناس المبتدئة اللي مش عارفة حاجة خالص. طب واحد عايز ياخد خطوات بقى محترمة وكلام من ده. يلا 45 هخليها كام في كام؟ 9 في 5. نحفظ الأرقام بقى، ده جذر تربيعي فأنا بدور على أعداد إيه؟ مربعة. خليها كام في كام؟ 9 في 5. يا مستر خليناها 9 في 5. طب هو جذر التسعة بكام؟ 3. وايه اللي بقى تحت الجذر؟ 5. خلصنا من دي. تمام ولا مش تمام؟ ناخد اختها. ناقص. وانت لو عملت سالب 2 جذر 20 بالآلة الحاسبة هتديك كام؟
اكتب سالب 2 جذر 20 طلعت كام؟ سالب 4 جذر 5. سالب 4 جذر 5. تعالى نعمل بدماغنا بقى. احنا عرفنا بالاله الحاسبه اهو، صح ولا مش صح؟ الاله الحاسبه مش محتاجه، هتهبدها يساوي خلاص، صح ولا لا؟ يلا ادي الاثنين بره زي ال20 اخليها كام في كام؟ 4 في 5. احفظ ال20 اخليها كام في كام؟ 4 في 5. اشمعنى 4؟ ما كنا ما خليناش ليه يا مستر 2 في 10؟ يا ابني انا بدور على اعداد مربعه. صح ولا مش صح؟ يبقى خليها كام في كام؟ 4 في 5. الاثنين في 10 دي ولا تلزمني الاثنين ولا تلزمني ايه؟ 10. هخليها كام في كام؟ قولي معايا، انا هخليها كام في كام؟ هي جذر الاربعه كام؟ الاثنين تتضرب في السالب 2 يبقى كام؟ سالب 4 جذر 5. صح ولا مش صح؟ دي كده كده في ابسط صوره اللي هي موجب 2 جذر 5. ونبدا نجمع زي شغل الحصص اللي فاتت. جمع معايا. معاك 3 من النوع جذر 5. معاك 3 من النوع جذر 5. زود عليهم 2 من النوع جذر 5. يبقى انا معايا كام؟ 5. شيل منهم 4 يبقى معاك كام؟ 1 من النوع جذر 5. 1 من جذر 5 والواحد ايه؟ مش بيجي. يبقى بقى الجذر التربيعي 5. عندي فيها مشكلة؟ تعال ندخل على السؤال اللي بعده، مش عايز صوت خالص. قولوا معايا. قول يا احمد. 2 جذر 18. ال 18 ده خليها كام في كام؟ 9. ممتاز. 9 في 2. وجذر التربيع للتسعة كام؟ 3 في 2 6. ويبقى تحت الجذر كام؟ 2. خلصنا من دي. صح يا هاجر؟ قول يا هاجر معايا. جذر 50. ال 50 هخليها كام في كام؟ ممتاز. 25 في 2. أول حصة لزميلتكم أهي ومتابعة معايا، تمام؟ جذر ال 25 كام؟ 5. ويبقى تحت الجذر كام؟ 2. ولو عملتها بالآلة الحاسبة هتطلع دي يا مستر شكلها رخم في الشغل. ما تيجي تعمل دي بالآلة الحاسبة. سالب 6 جذر نص. سالب 3 جذر 2. اعملها بالآلة الحاسبة. طلعت كام؟ سالب 3 جذر 2. سالب 3 جذر 2. لو انا اتزنقت خالص هعملها بالآلة الحاسبة. طب واحد عايز يفهم هي جت ازاي بالظبط، ركز معايا كده. هنعمل ايه؟ ده اللي جوه ده النص يا مستر. بص بالسالب اهو زي ما هو. هتضرب الستة دي في نفسها، ما ده جذر تربيعي. يعني الستة دي تضرب في نفسها كام مرة؟ وتدخل جوه. لأن الستة كانت تحت الجذر كام؟ كانت 36. فخد لها الجذر في باقي كام؟ 6 صح؟ يبقى 6 في 6 ب 36. يبقى شيل الستة من بره ودخلها جوه كام يا حبيبي؟ 36. صح ولا مش صح؟ صح يا مستر؟ يبقى سالب، مش عايز كلام يا ابني. النص في 36 بكام؟ نص ال 36 كام يا ولاد؟ واحنا اصلا لسه عاملين 18 حالا كام؟ بص يا مستر تعالى نعملها. جذر ال 18 خليها كام في كام؟ وجذر التسعة بكام؟ 3. ويتبقى كام؟ جذر 2. نزل لي دول كلهم زي ما هم. يبقى 6 جذر 2 موجب 5 جذر 2. يلا نجمع. جمع معايا. معاك 6 من النوع جذر 2. زود يا امل عليهم 5 من النوع جذر 2. يبقى انت معاكي كام؟ 11 من النوع جذر 2. شيلي منهم 3 يبقى معاكي كام؟ 8 من النوع جذر 2. 8 جذر كام يا ولاد؟ 2. حد فيها مشكلة؟ حد فيها مشاكل؟ عرفنا بنعمل ازاي بدماغنا والآلة الحاسبة، تمام؟ يلا يا أسيل. ده جذر ايه؟ تكعيبي. هنعمله بدماغنا وبعدين نبقى نروح للآلة الحاسبة، اتفقنا؟ ادي يا مستر جذر تكعيبي. ال 24 دي يا أسيل خلاها ايه في ايه يا مستر؟ انا بدور في الأعداد المكعبة. تعال نروح للأعداد المكعبة. اخليها ابعد عن الواحد. ينفع اخلي ال 24 دي 8 في حاجة؟ 8 في 3. طب ليه يا مستر مش 4 في 6 ولا ال 4 مكعبة ولا ال 6 مكعبة؟ انا هخليها كام في كام؟ 8 في 3. يبقى انا ال 24 هخليها كام في كام يا ولاد؟ والجذر التكعيبي للثمانية بكام؟ ب2. ويبقى الجذر التكعيبي للكام؟ لل3. طب تيجي يلا نعملها بالآلة الحاسبة زي ما اتفقنا؟ يلا. هنعمل جذر تكعيبي ال 24. ادي شيفت جذر كام يا ولاد؟ 24. صح ولا مش صح؟ وعملنا ايه يا حبايبي؟ ده يساوي. طلع رقم 10.
اروح الزق في الرقم اللي جوه، رحت لزقت في ال 24 بالسهم كده، بقيت لازق تحتها تحت الجذر اهو صح؟ اقسم على كام اول حاجه؟ على الاثنين. طلع ارقام عشريه يبقى الاثنين مش نافعه، نقسم على كام؟ روح شيل الاثنين وحط مكانها 3. طلع الناتج 2 يبقى طلع الناتج 2 واتبقى الجذر التكعيبي اللي انت قاسم عليه اللي هو كام؟ 3. اتبقى الجذر التكعيبي لكام؟ ل 3. دي كده بالآلة الحاسبة. هل دي فيها مشكلة؟ هل دي فيها مشاكل؟ عرفت يا باب ازاي بالآلة الحاسبة؟ تمام. موجب الجذر التكعيبي ل 3 تنزل زي ما هي، مفيش أبسط من كده، صح ولا مش صح؟ مش عايز كلام يا ابني. موجب الجذر التكعيبي لل 3. موجب الجذر التكعيبي لل 3، صح ولا مش صح؟ تعالى يا مستر نشوف دي. نعملها بدماغنا الأول وبعدين نعملها بالإيه؟ بالآلة الحاسبة. يلا يا مستر. أدي سالب 2 الجذر التكعيبي. ال 81 ده يا حبايبي بعملها إيه في إيه؟ عايزها بالتكعيب. أخليها إيه؟ أنا أصلا لسه عاملها من شوية. عايز أدورها في الأعداد المكعبة. يلا ال 81 ينفع أخليها 8 في حاجة؟ لا. طب ينفع أخليها 27 في حاجة؟ 27 في كام؟ يبقى السالب 2 زي ما هي اهي، وادي الجذر التكعيبي. ال 81 دي خليناها كام في كام؟ 27 في كام؟ الجذر التكعيبي ل 27 كام؟ 3 تتضرب في السالب 2 يبقى كام؟ سالب 6 ويبقى الجذر التكعيبي لل3. عملتها بالآلة الحاسبة؟ جدع. تيجي نعملها مع بعض بالآلة الحاسبة. يلا. بص يا مستر. سالب 2 شيفت جذر كام في كام يا اولاد؟ 27 لا ده 81 فوق. يلا 81 سالب 2 الجذر التكعيبي عملنا يساوي. طلعت ارقام ايه؟ عشريه مش نافع. ادخل الزق في العدد اللي جوه وقمت قاسم على كام اول حاجه؟ على الاثنين. نفعت؟ لا. طب خلاص تعالى نقسم على الثلاثه. نفعت؟ ده طلعت سالب 6 يبقى سالب 6 بره اهي. ويبقى الجذر التكعيبي اللي انا قاسم عليه اللي هو كام؟ بالآلة الحاسبة. الجذر التكعيبي يبقى انت كده اتعلمت تعمل بدماغك وبالآلة الحاسبة، صح ولا مش صح؟ الناس بقى اللي مش جايبه آلة حاسبة او مش عامله ابقى شوف الفيديو بقى وابقى اعمل مع نفسك. اتفقنا؟ نزل لي دي كده زي ما هي. موجب الجذر التكعيبي ل3 ودي 2 من الجذر التكعيبي ل3. محدش يجمع بالآلة الحاسبة. في التكعيبي ما تجمعش بالآلة الحاسبة، جمع بدماغك زي ما اتفقنا. كلهم من نوع جذر التكعيبي ل3 صح؟ يلا عد معايا. معاك 2 من الجذر التكعيبي ل3. زود عليهم 1 من الجذر التكعيبي ل3، يبقى انت معاك كام؟ 3. شيل منهم 6. 3 شيل منهم 6 يبقى سالب 3. سالب 3 من نوع الجذر التكعيبي لل3. وهكذا في شغلنا. هل ده في مشكلة؟ يلا اشتغل بقى معايا في المسألة دي وفي المسألة دي لوحدها. اتفقنا؟ خد بالك ال6 عشان ادخلها جوه، هو هناك كنت بضربها في نفسها مرتين وادخلها جوه عشان ده كان جذر ايه؟ تربيعي، انما ده جذر ايه؟ تكعيبي. هضرب ال6 في نفسها كم مرة؟ وادخلها جوه ابقى اضربها في الربع واحل نفس حلي. اتفقنا؟ اتفقنا؟ في مشكلة في الكلام ده؟ خلاص يا مريم تمام كده. كله بقى يطلع يلا كل المسألة دي عشان